توج المنتخب المغربي للدراجات يوم الأحد بمدينة تيباز الجزائرية بالميدالية الذهبية في السباق ضد الساعة حسب الفرق، وضمن منافسات الدور الخامسة عشر من الألعاب الرياضية العربية المقامة بالجزائر ما بين 5 و15 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية للدراجات أن الفريق المغربي قطع مسافة السباق الذي جر في مدار مغلق 58.5 كيلومتر في زمن قدره ساعة و17 دقيقة و59 ثانية، أي بمعدل سرعة بلغ 45.23 كيلومتر في الساعة، متقدما بفارق مريح على المنتخبين الجزائري والإماراتي، بينما حل المنتخب السعودي رابعا. وأضاف المصدر ذاته أن الفريق المغربي الذي ظفر بالميدالية الذهبية للسباق ضد الساعة حسب الفرق يتألف من الدراجين أشرف الدغمي المصنف رابعا على الصعيد الإفريقي، ومحسن الكرجي الفائز مؤخرا بطواف الكاميرون، وعادل العرباوي بطل المغرب للسباق ضد الساعة فردي، وأسامة خافي. وستخوض العناصر الوطنية يوم الثلاثاء المقبل السباق على الطريق ضد الساعة فردي 29 كيلومتر فاصلة 8، ويوم الجمعة المقبل 14 يوليوز السباق على طريق عام فردي 146.5 كيلومتر. وتشارك في منافسات سباق الدراجات منتخبات البلد المضيف الجزائر والمغرب والبحرين والعراق والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وسوريا وتونس والكويت.